وانا بقرا الكومنتات بتاعتكم وفي كومنت شدني جدا. ليه كل النصابين زي بتوع التداول بيستخدموا تليجرام؟ وهل هو دارك ويب بجد؟ هاي شله، انا منجاوي وده فيديو جديد من برنامجنا مخمخه، البرنامج اللي عملته عشان نمخمخ فيه. وفيديو النهارده مهم جدا لدرجه ان انت لازم تبعته لعيالك واخواتك ولعمامك ولكل الناس اللي انت بتحبهم عشان ما حدش فيهم يتنصب عليه. لايكاتك واشتراكاتك يا غزال ويلا بينا. كل واحد فينا اكيد فات عليه اعلان لواحد راكب عربيه مرسيدس وقاعد في برج خليفه وماسك لابتوب من ابل وبيقول ان هو بيعمل في اليوم 10000 دولار، واي حد من اللي بيشوف الفيديو يقدر يعمل زيهم واكتر، والتفاصيل كلها على الجروب. وطبعا عشان انت كحيان ونفسك تعمل قرشين تعيش بيهم حياتك، تروح تجري على اللينك وتضغط عليه تلاقيه حولك لجروب تليجرام. الجروب ده فيه اعضاء كتير قوي، 100000 عضو ويمكن اكتر، وسكرينات وتحويلات وفلوس وناس بتقول انها كسبت دولارات. وحرفيا كل ما بتقلب في الجروب بتطمن اكتر، كل ما بتقلب بتشوف ناس بتكسب سكرينات التحويل والناس كلها اتغنت، فبتقرر انك تدخل معاهم وتنضم للجروب ده وتطلب انك تشتغل. هنا بقى وقت النصبايه، طالما وصلت لهنا يبقى انت قعدت على حجر النصاب. هيطلب منك شويه مهام بسيطه من خلالها هيكسبك فلوس، بس للاسف انت ما تقدرش تسحب الفلوس دي الا بشرط بسيط جدا. الشرط ده بيقول لك ان قدامك 10 مهمات، كل مهمه بمبلغ مالي بسيط وكل شويه بيكبر. عشان ما حدش يتوه مني، اول مهمه دي دايما بيستدرجك فيها. مثلا يقول لك حول لي 50 جنيه وهتكسب 1000، فانت تقول يا عم 50 جنيه دي ما تجيبش علبه سجاير، ابعتها واجرب، لو كسبت خير وبركه، ولو طلع الموضوع نصب يبقى ما خسرتش كتير. تبعت ال 50 جنيه وتلاقي فعلا بعد ثواني زود لك في حسابك على الموقع اللي هو عامله. وركز هنا كويس، الموقع اللي هو عامله وهو اللي بيغير البيانات وهو اللي متحكم فيه، وانت يا دوب بتشوف ارقام بتتغير، بيزود لك في حسابك 1000 جنيه. فانت عينك بتزغلل كده وتقعد تتخيل الملايين اللي هتكسبها وهتعيش حياتك بيها. بس لما تيجي تسحب ال1000، ما انت ناصح برضه عايز تاخد الفلوس وتخلع، تعمل طلب سحب يقول لك عشان تسحب الفلوس اللي في المحفظه لازم تعمل المهمه الثانيه. المهمه الثانيه بتقول لك حول 500 جنيه وهتكسب 15000. وبقى انت هنا بدات تشك ازاي 500 جنيه يبقوا 15000؟ ده نجيب ساويرس ما عملهاش. وفي نفس الوقت ايدك بتوديك على الموقع وعقلك بيقول لك يا عم ما انت لسه كاسب 1000 جنيه واهو قدامك في المحفظه. وفي وسط ما انت مشتت ومش عارف تعمل ايه، تلاقي النصاب باعت لك رساله ويقول لك انا عارف انك خايف يتنصب عليك، بس اطمن احنا ناس موثوقه وتقدر تدخل الجروب تتاكد بنفسك من السكرينات والتحويلات. فتقوم سايب التليفون خالص وتكلم حد تقول له عندي ليك مصلحه موت، ابعت لي 500 على الرقم ده يومين وهرجعهم لك 5000. ويا دوب الفلوس توصل تلاقي رساله جات لك انه تم اضافه 15000 جنيه لحسابك. وبرده عشان تسحبهم لازم تعمل المهمه اللي بعدها، وهي انك تبعت لهم 2500 جنيه عشان تكسب مبلغ اكبر. طبعا الموضوع بدا يكبر منك والنصاب كل مره بيطلب فلوس اكتر، بس برضه انت شايف الناس اللي كسبت وشايف الاعضاء الكتير اللي موجودين في الجروب وكمان شايف الفلوس اللي في المحفظه. وبرضه النصاب مش سايبك، هو دارس كويس وعارف يلعب على نفسيتك. واول ما تحس انك خايف سبحان الله تلاقيه بعت لك رساله بيطمنك. تقعد انت بقى تستلف وتكمل في المهام لحد ما تلاقي نفسك مخلص كل المهام وباعت مبلغ وقدره وحسابك فيه اكتر من مليون جنيه. وفجاه كل حاجه تختفي ومش بيبقى موجود غير ال 50000 اللي انت استلفتهم، المفروض ترجعهم لاصحابهم بكره او بعده بالكتير. وتبدا واحده واحده تكتشف انك اتنصب عليك، وان كل اللي انت كنت عايش فيه وهم ونصبايا، وانك اتضربت على قفاك يا معلم. في دراسه من فيزا بتقول ان 91% من المستهلكين في مصر معرضين للوقوع في فخ النصابين، خاصه لما بيكونوا بيدوروا على فرص ماليه سريعه. زي صاحبنا اللي من شويه شاف اعلان في جروب تليجرام بيعد بمكاسب كبيره من شغل اونلاين، والمشكله ان الجروب ده كان واجهه لعصابه نصب. وبعد ما دفع ال 50000 جنيه اكتشف ان مفيش شغل ولا مكاسب، والفلوس اللي هو دفعها راحت عليه. عارف بقى الغريب في الموضوع ان النصابين دول مش بيقفوا عندك انت وبس، لا دول بيشتغلوا بنظام احترافي جدا. الجروب اللي انت شايفه فيه 100000 عضو، ما تفكرش انهم كلهم ضحايا زيك. اكتر من 90% منهم حسابات وهميه معموله مخصوص عشان يعملوا نفس الدور كل يوم. واحد يكتب شكرا يا ادمن لسه ساحب ب 20000، وواحده ترد عليه وتقول انا كمان والله كسبت 5000. وانت طبعا تبص للكومنتات الوهميه دي وتقول طب ما هو كله بيكسب اهو، انا خايف ليه؟ وهنا بقى تيجي الضربه القاضيه زي ما بيقولوا. النصاب عارف كويس ازاي يلعب على عقلك ونفسيتك. انت عايش في بلد كلها ضغوط ماديه، شايف الاسعار نار كل يوم بتولع وكل يوم في الزياده، ونفسك تمسك في اي فرصه تجيب لك فلوس. فاول ما يجي لك امل انك هتكسب مخك بيقفل وما بتفكرش غير في حاجه واحده، انا لازم اجرب يمكن اطلع من اللي انا فيه. لكن الحقيقه ان مفيش حاجه اسمها تكسب من غير مجهود، مفيش حاجه اسمها 50 جنيه تتحول لمليون. ولو الموضوع سهل كده كان كل الناس جابت ملايين. وطبعا عشان نجاوب على الكومنت اللي عملنا عشانه الفيديو، ليه النصابين بيستخدموا
بيستخدموا تليجرام؟ الجواب ببساطه لان تليجرام بيسمح لك تعمل جروبات ضخمه جدا، وكمان تخفي رقمك، تمسح اي دليل يورطك، وتقدر تختفي في ثواني. دي المميزات اللي بيقدمها تليجرام. فهو مش دارك ويب زي ما الناس فاكره، لا هو تطبيق عادي بس النصابين استغلوه عشان يستخبوا فيه. خليني اقول لك ان في تقرير عالمي انتشر مؤخرا بيقول ان تليجرام بقى المنصه رقم 1 للنصابين والهاكرز عشان سهوله التواصل فيه، ولان اي محتوى بيتحذف بسرعه ومفيش اي رقابه حقيقيه. يعني باختصار النصاب ماسكك من نقطه ضعفك اللي هي نقطه طمعك، والكارثه انك مش لوحدك، في الالاف بيقعوا في نفس الفخ كل يوم. خلاص يا غزال، ان اي حد يوعدك باي مكسب من غير شغل اعرف انه نصاب، وافتكر الجمله دي، اللي بيبيع لك الوهم هو نفسه اللي بيسرقك. انا عايزك بعد الفيديو ده تفكر كويس قبل ما تدوس على اي اعلان او لينك تشوف، قبل ما تصدق اي رساله تجيلك من حد غريب، وقبل كمان ما تحط اي معلومه شخصيه في اي مكان مش موثوق فيه. الفيديو ده خلص وعرفنا فيه معلومات كتير قوي وحساسه، فلو استفدت منه ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حاول انك تبعت الفيديو ده للناس اللي عندك. ما تنساش برضو ان لو عندك سؤال عن حاجه معينه قولها في الكومنتات واكيد هعمل لك عنها فيديو. اشوفكم في فيديو جديد، بس كده، سلام.